دكتور محمد إبراهيم منصور، نائب الشعب السابق عن حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على هامش اللقاء العام مع مسؤولي حملة نعم لدستور المرحلة الثانية، تعليق حضرتك على نتائج المرحلة الأولى وتوقعات المرحلة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما نتائج المرحلة الأولى فإذا كانت بالمقارنة ففيه يعني تقدم، لأن احنا لو قرناها بالانتخابات الرئاسية كان المجموع 10 محافظات بفارق 300 أو 400 ألف لصالح الفلول، لصالح شفيق، وبالتالي كان المفترض ان هي في المرحلة دي او في الاستفتاء تكون بنفس النسبة، لكن اما جت بفارق 1,000,000 صوت لصالح نعم، فده معناه ان فيه تقدم وان المرحلة الجاية هتكون اعلى وافضل ان شاء الله تعالى. فالمرحلة اللي فاتت كمان كان فيها الاعلام والآلة الإعلامية الشرسة التي كلها يعني اكثرها يعني يقول لا ويدفع إلى قول لا، ويحاول أن يشوه ويختلق الأكاذيب على الدستور لمنع الناس من التصويت بنعم. مع ذلك كانت هذه النسبة 57%، نسبة صحيح يعني كان نود أن تكون أكثر، لكن 10 محافظات تم اختيارهم بعناية إن هم يبقوا بداية يعني الله أعلم بها، لكن البداية كانت الحمد لله مطمئنة أن المرحلة الجاية تكون أفضل بكثير جدا جدا من هذه المرحلة الماضية. صدرت اليوم أنباء عن مؤسسة الرئاسة أنه حتى لو تم الموافقة على الدستور بنعم سيكون هناك بعض الحوار حول المواد الخلافية بين القوى السياسية. معنى هذا التصريح؟ معنى هذا التصريح أن الحوار سيكون بالآليات التي وردت في الدستور، لأنه ليس لأحد أن يخالف الدستور، فبالآليات التي وردت في الدستور من حق رئيس الجمهورية أن يتقدم بطلب بتعديل دستوري ويأخذ التعديل الدستوري للمراحل الأربعة المعروفة للتعديل، وهي الطلب ثم قبول الطلب مبدئيا ثم مناقشة الطلب ثم الاستفتاء على التعديل الدستوري. يعني هذه التعديلات لا بأس أن تكون إذا كان فيها من المصلحة للوطن، لا يعني لا يمكننا أن نمنعها ولا أن نصادمها إذا كان في مصلحة فعلا ويعني يكون فيها خير لبلادنا وللبلاد والعباد، فلا بأس بذلك. لكن المعروف أن الخلاف يعني كما ناقشنا كثير من المواد التي ذكروها، كثير من المواد فيها نوع من التجني، كثير من الأمور فيها نوع من التجني، كثير من الأمور فيها وجهات نظر، يعني غايتها ستكون وجهات نظر، وجهة نظر مقابل وجهة نظر أخرى، وجهة نظر تحوز الأغلبية ووجهة نظر تحوز الأقلية. فكل هذه الأمور والله لو كان في حاجة فعلا لمصلحة البلد يعني هذا أمر جيد ستلقى قبولا في المراحل الأربعة التي ستمر بها، وهي مرحلة الطلب التي يعد بها الرئيس، ثم بعد ذلك مرحلة المناقشة المبدئية، ثم المناقشة النهائية، ثم الاستفتاء على التعديل الدستوري. سؤال ختامي يا دكتور محمد، طلبت جبهة الإنقاذ قبل موعد الاستفتاء 15 من الشهر الجاري المستشار زغلول البلشي أمين عام لجنة المشرفة على الاستفتاء باستبعاد القضاة الذين أعلنوا تأييدهم السياسي للدستور، وكان مقصود بهم قضاة من أجل مصر، واليوم يطالبون القضاة الذين أعلنوا رفضهم للدستور بالعودة عن استبعاد والإشراف في المرحلة الثانية. والله ده أشبه ما يكون ب يعني محاولة للالتفاف، محاولة الالتفاف على المسيرة التي أثبتت نجاحها، مسيرة أثبتت النجاح وانت كنت معترض ومش عايز تشرف، فأنت هذا رأيك، فإذا فلتستمر المسيرة وننتهي منها، لأن التشكيك في ذمة قاضي لا ينبغي أن تكون. انت كده بتشكك في ذمة هؤلاء القضاة، وليس من حقك أن تشكك في ذمتهم، وإلا لانهارت منظومة القضاء تماما، وهذا يعني ليس في مصلحة مصر أن نشكك كل شوية، يعني كل مجموعة تشكك في الأخرى، خاصة القضاء مهما كان
صحيح ممكن تجد تجاوزات من بعض أو من البعض الآخر، لكن لم نرصد تجاوزات في المرحلة، هذه المرحلة بالاستفتاء لم نرصد تجاوزات ترقى إلى أن يتهم فيها قاضي، وبالتالي لا ينبغي أن نشكك فيهم بعد أن مروا هذه المرحلة بنجاح، وبعد أن نزل الشعب راضيا عنهم ومصوتا أمامهم بهذه الغزارة التي أدت إلى مد مرتين للتصويت من 7 ل 9 ومن 9 ل 11، وحتى الساعة 11 كان بقي ناس بعض الناس لم يصوتوا، وهذا يدل على أن الشعب مقبل وأن الشعب واثق، فلا ينبغي أن نشكك الشعب. وهذا التشكيك الذي يحدث الآن من أن هناك تجاوزات وهناك إشكاليات وهناك كل هذا لأنه وجد أن اللعبة ليست في صالحه، ونفس الأمر يكرر نفسه كلما لعب ودخل الملعب ويعني دخل بحماس، فإذا وجد في نص اللعب أن الشوط لن يكون لصالحه ينسحب، وهذا ليس من قيم ولا من شيم اللعيبة حتى. شكرا دكتور محمد، شكرا.